الحمد لله على المكسب والفوز بثلاثيه وتصدر المجموعه. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الاهلاويه، قبل ما نقول حاجه ما تنساش تصلي على النبي، ما تنساش تعمل لايك واكسبلور ومتابعه علشان نوصل لاكبر عدد. طول ما انت عندك السد ما تخافش من اي حد. الشناوي النهارده كان سد منيع للنادي الاهلي. كهربا وصلاح محسن، الحمد لله على السلامه يا عم كهربا. وانت يا عم صلاح محسن، هو انت عشان جبت هدف تطلع تعمل للجماهير هوس؟ ايه يا عم انت فين؟ ده انت نسيت التهديف اصلا. ده احنا لسه فاكرينك دلوقتي لما جبت الهدف. بالنسبه لكريم الدبيس، قسما بالله باك شمال عالمي يا جدعان. حرام ان انتوا تظلموا الراجل ده وتقعدوه على الدكه. قسما بالله بقدم مباراه عالميه. انا عارف ان انتوا هتجيبوا باك شمال وهتقعدوه دكه وهتخلصوا على اللاعب زي اللعيبه اللي قبل كده اللي خلصتوا عليها، زي محمد حمدي متالق في بيراميدز، وكمان احمد شكري اللي متالق في سيراميكا. فادوا الراجل ده فرصه هيبدع مع النادي الاهلي. وبعدين الشوط الاول للنادي الاهلي عباره عن هجمات للنادي الاهلي وحوائط خرسانيه لنادي مديامه. ايه يا جدعان في ايه النحس اللي في النادي الاهلي؟ وايه كميه الفرص اللي عماله تضيع للنادي الاهلي؟ كولر مش عارف يحل مشكله كميه الفرص اللي عماله تضيع. عندنا مشكله في انهاء الهجمه، ما اعرفش كولر مش عارف يحل الدنيا ليه. ايه يا عم كولر مالك في ايه؟ انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ وبعدين كلكم وامام عاشور كان ضايع في الشوط الاول ورجع في الشوط الثاني، والحمد لله رجعت له الذاكره من تاني. اسيست الكهرباء اللي يجيب بيه الهدف الاول. 100 100 يا جدعان والله. وان شاء الله البطوله في الجزيره. بس كده، يلا سلام.